السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله غنوجد كيكه ونشاركها معكم. كيكه اقتصاديه سهله وبسيطه، مكونات موجوده في كل بيت. اول حاجه بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. خديت البنات 3 ديال البيضات وكاس ديال السكر، عبار كاس العلبة، كاس ديال الليمون، كاس ديال الحليب، وجوج خمارات، كيس ديال الفاني. هاد الكاس ديال الزيت هو راه غير كاس صغير ديال اتاي، ماشي بحال معامر هانت كما تشوفوا، ماشي بحال الكيسه الاخرين. قبيصه ديال الملحه، شويه ديال الخل، والطحين على حساب خليط. ضفت 3 ديال البيضات، ضفت عليهم شويه ديال الملحه صافي، بقيت كنخلط بداك الخلاط اليدوي كنخلط مزيان. بديت كنضيف السكر شويه بشويه، لين غيذوب داك السكر مع صافي. نستمر هاد نفس العمليه كيذوب ليا مزيان السكر حتى كنشوفو راه مبقاش كيبان، بقى السكر باين، الحبوب ديال السكر ديال الثاني. والبنات البيض يكون بحرارة المطبخ، يكونش بارد. الزيت هو كنبدا نضيف شويه بشويه. الا كان الخلاط الكهربائي ديروا، انا دابا كانوا ناعسين ما قدرش ندير الخلاط، فبديت ندير غير بيدي. ضفت الكيس ديال الفاني وبديت كنعاود نخلط مزيان. الحليب تا هو شويه بشويه. سمحوا لي انا ما كنطولش عليكم في الهضره. ضفت الليمون، انا هكا دايره يعني الهضره ما كنبقاش نهضر بزاف ولا هذا، فسمحوا لي على كنشرح داكشي اللي بغيت ندير وما كنبقاش. هو هذا البنات، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا اليوم. ضفت ساشيه ديال الخميره، والطحين غنضيف هو تدريجيا شويه بشويه. الكاس الاول غربلته، وغنضيف دابا الكاس الثاني. صافي وغنبدا نخلط ونشوف، راه على حساب نوعيه الطحين نخلط تنشوف كيفاش، واش تقالت ولا باقا شويه. كل طحين وكاين طحين اللي كيشرب وكاين طحين اللي ما كيشربش مزيان. عينك ميزان. وعاود زدت نص كاس كاس ديال طحين، نص كاس
على 2 كيسان ونص اللي درت. صافي وخلطته لين هذاك الطحين مبقاش هكا فيه الحبيبات، تخلط مزيان. صافي هي هذه. جبت المول دهنته بالزبدة وخبرته بالطحين. صافي كنكب هذاك الخليط ديال الكيك ديالنا اليوم. وهذا صافي دابا غندخلها للفران، وبعد ما طيب غادي نعاودو نتلاقاو ان شاء الله باذن الله. وها هي الكيكه بعد ما طابت، شتيها زينتها بشويه ديال القرقاع، دهنتها